السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبتدي النهارده نعمل تورتايه برضو بدقيق سبونج. هو نشوف بقى الطريقه كامله وعايزاكم تجربوها. تمام، نشوف مع بعض. هنجيب بقى كده، بصوا، نص كيلو دقيق سبونج، النص ب30 جنيه. تمام، وهنا 6 بيضات وكوبايه ميه. تمام، بس ايه، النص كيلو ده بياخد مقاس 26، بياخد صينيه مقاس 26. ماشي، ونبقى مولعين الفرن قبلها، يعني احنا دلوقتي شغالين قبل ما نشتغل نكون ايه مولعين ايه الفرن. ننزل النص كيلو كله ونبقى حاطين رشه ملح. تمام، وهننزل بالبيض. ماشي، ودي كوبايه الميه. بصوا بقى، انا جبت فانيليا. هو دي السبونج عادي، مش لازم نجيب فانيليا، بس انا يعني قلت ايه نجرب. الفانيليا دي بالبرتقال، بس حتى لونها اصفر، ريحتها جميله جدا ما شاء الله. انا قلت اجرب، يعني انا قلت ايه نعمل نكهه جديده ونغير. بصوا بقى، ده محسن جل اهو، ده بيتجاب من عند اي مستلزمات حلواني. الدقيق الاسبونج مش بيحتاج محسن جل، بس انا بحبه بصراحه، بيخلي لي الاسبونج تحفه. بس ده يعني لو ما لقيناهوش عادي، بس بيبقى حلو كمان في الدقيق العادي، يعني بيرفع معاكي زي البيكنج باودر كده، بس بيرفع معاكي اكتر يعني. طبعا نبتدي الاول نشغل على السرعه البطيئه، نضرب كله مع بعض ويتجانس كده اهو. بعد كده هنعلي عليه. بصوا بقى، هي هنا كده عالية السلق. دي السبونج بيخليها تحفة، يخلي الكيكة ما تبص منك، عشان ده بيبقى درجة اولى. في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، بيعملوا بقى دي وخلاص. لا، دي درجة اولى للحلويات والكيكات. بصوا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عالية اهي وجميلة. بصوا بقى، هنشوف بس كده، نجيب السباتولا كده. بصوا بقى، هنقطع ورقه. ما عندناش ورق زبده عادي، اي ورقه كراسه عندي. ماشي، هوريكم هنعمل فيها ايه. اي ورقه كراسه. هنقص على قد الصينية بتاعتي. ماشي، هنقص على قد ايه الصينية. ممكن نطبقها ماشي. هنعمل ايه بقى عشان نثبتها؟ نفس العجينه، نروح عاملها كده
تروحي ايه لازقاها. مسكت خلاص. الطروف بقى هنعلي الطروف عشان يعني بصوا كده مثلا، بس احنا ايه هنشوف طريقة تانية. كده مثلا تروحوا ايه قاسمينها نصين عشان يطلعوا نفس بصوا بنفس الايه علينا. ولا تحطي زبده بقى يعني. بصوا انا بوريكم ايه اقل التكاليف. اقل التكاليف. اهي لا هنظبط بقى الصينية بتاعتنا بالورق كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، انا لزقتلكوا كده الحاجات حتى بالكيك اللي احنا عاملينه، عشان بقولكوا بقلل التكاليف، عشان ما حدش يقول انا ما عنديش زبدة فما معرفتش الزق او معرفتش اعملها. فلا، انا بوريكوا اهو بحاجات ايه من عندك وبقلل التكاليف. هنبقى فاتحين الغاز على سوري، هنبقى فاتحين البوتاجاز عندنا على 180. تمام. وبعد كده هننزل بالخليط كده زي ما انتم شايفين في الصينيه. نديها 3-4 ضربات كده في الارض او على الرخامه، اي حته، بس بالراحه على الرخامه عشان ما تتكسرش منك. بس هتديها كام ضربه كده، وبعد كده هتجيبي سكينه او خله سنان وتمشي زجزاج كده عشان تطلعي الهواء ايه من الكيكه بتاعتك. بس بعد كده ننزلها تدخليها في الفرن على 180. هتسيبيها تلت ساعة كده، هي تقعد في البوتاجاز ساعة الا ربع. هتسيبيها تلت ساعة كده وبعد كده تبصي عليها، متفتحيش عليها قبل تلت ساعة. بص بقى، هنا احنا بنختبرها بسكينة او بشوكة، لو طلعت فيها يبقى بنسيبها شوية. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده خلاص هي استوت وما فيهاش حاجة، بنسيب الفرن مفتوحة كده زي ما انتوا شايفين، يعني بنسيبها جوه تهدى شوية، وبعد كده نغطيها بفوطة وتقعد لتاني يوم، بتبات لتاني يوم. هنا انا ما بيتهاش بصراحة، ان انا اشتغلت فيها في نفس اليوم، فبرضو تعبتني شوية، بس الحمد لله طلع طعمها جميل. حابة تشتغليها تورتاية، يعني الافضل ان هي تشتغل في تاني يوم،
تاني يوم بتعرفي تقطعيها كويس، بتبقى ماسكة نفسها، بتبقى سهلة معاكي في التقطيع وما بتفرولش منك ولا اي حاجة، تطلع القطعة بقطعتها. حابة بقى تعمليها جنب الشاي مثلا بلبن بتاعي، يبقى اولادك ياكلوا فيها كده رايحين جايين، مفيش اي مشكلة. ممكن تنزلي عليها كوباية لبن، آه عشان تفضل ايه جوسي معانا كده وطرية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا وصلت لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.